بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فوز مثل ما تفضلت ثمين. نهدي هذا الفوز طبعا، يمكن هذا الفوز ما له طعم لأن أخونا فهد المولد حالته الصحية الكل عارفها، لكن بإذن الله يعني نهدي له هذا الفوز وإن شاء الله ربي يرجع لنا إياه سالم غانم. اليوم في غياب كرال عن الفريق، ايش الاسباب؟ الحمد لله احنا عندنا 25 لاعب، ما في لاعب أكبر من فريق، كل اللاعبين بإذن الله قد الثقة، كلنا ثقة في المجموعة. اليوم أظهروا المجموعة أداء بطولي بالظروف اللي هم مرين فيها وحالة فهد الصحية اللي أنا حاب حقيقة أشكر كل اللي وقف مع فهد، سواء من القيادة الله يحفظها، وسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كانت متابعته بشكل مباشر، وأيضا أخوي ياسر المسحب والاتحاد السعودي كلهم وقفوا مع اللاعب وقفة الأمانة يعني تعني لنا الكثير، وبإذن الله ربي يعني يشفيه ويعافيه. انا ما اثني على كلام الرئيس، اقول ان شاء الله احنا اليوم في نادي الشباب اولويتنا الاولى الاطمئنان ومتابعه الحاله الصحيه للكابتن فهد، وندعي الله عز وجل انه يرجع ان شاء الله سالم لنا وللرياضه السعوديه. واشكر سمو وزير الرياضه، رئيس الاتحاد السعودي، جميع الجماهير الرياضيه على مختلف اطيافها. الوقفه ما هي مستغربه من هالمجتمع الطيب، وان شاء الله تعالى زي ما اليوم فرحنا بالثلاث نقاط نفرح ان شاء الله بعوده فهد اللي هي بالنسبه لنا الاولويه. كذلك اشكر الرجال اللي في الملعب اليوم، يعني يمكن رغم حتى الحاله الذهنيه وتاثرهم بحاله الكابتن فهد الا انهم ادوا اداء بطولي داخل الملعب وحققوا الثلاث نقاط. فإن شاء الله تعالى لاحقا نفرح بتواصل الفوز وبعودة فهد إن شاء الله طيب. لعلنا نستغل تواجدكم اليوم، نبي نتحدث عن موضوع كراسكو والاتحاد، هل عندكم تعليق رسمي على الموضوع ولا رسميا؟ لا احنا جينا بس حابين يعني بس انه نطلب من الجماهير الرياضية انها تدعي لاخونا فهد ان ربي يرجع لنا اياه بالسلامة، بس يعني هذا ظهورنا. ما في صوت يعلو على صوت الدعاء لفهد المولد اليوم. كلنا شكرا لكم.